السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ وحشتوني والله. قطعنا فترة كده ورجعنا تاني والحمد لله. دعونا بس ربنا يثبتنا بس على اليوتيوب وكده. وجايين النهاردة نوريكم مزرعة الميلور ونقل الشرانق. يعني الدود اهو اللي معرفوش، ده اسمه ميلور. ده الدود ده او دود القبابي. تمام، ده الدود. طبعا في شرانق فوقيه. اعذرونا بقى نتصوروا بايد ونفتحوا بايد تانية. دي الشرانق بس تتحول منها خنافس اهو، هننقلها مع بعض. ودي الخنافس اهي، ده القطيع الخنافس بتاعنا. تمام، فهنبدأ بقى ايه، ننقوا كده ايه الشرانق. نحطها مع الشرانق. تمام، بس هو نشيل المعلقة دي نتعامل بإيدينا. اوريكوا شكل الشرنقة دلوقتي. ده شكل الشرنقة، ادي الشرنقة اهي. حطوها كده، اتفرجوا بقى على الخنافس اللي لسه طالعة على الشرنقة. طبعا دود الكبابي ده احسن، يعني احسن بروتين للزواحف وبرضك للدواجن والطيور كلها عامة. في مزارع بتحب تأكل ده عشان تأثر مدة الدورة بتاعت الفراخ أو السمان أو أيا كان اللي بياكله. مزارع السمك برضك بتأكله للسمك. هو فيه بروتين كتير، يعني 44%، فده ما حاجة كبيرة. لا والشرينك يعني طبعا مش بعد بصراحة، بس هو عدد كويس. وانا بادئ الدود الكوابي ده ب40 دودة. تصدق بقى متصدقش، عندي دلوقتي كتير. هي دورة واحدة، دورته تبقى 3 شهور وكسور كده، مثلا 3 شهور ونص حاجة كده. فاللي عايز يبدأ انا هسيبلكوا رقمي بردك، واكتبولنا في الكومنتات اي حد محتاج اي حاجة انا تحت امرك. وانا نصيحتي اللي يشتري، اللي يبدأ وعايز يبدأ المشروع بسرعة، هو مشروع فعلا. اللي عايز يبدأه بسرعة ابدأوا بالخنافس. بس بقى لازم تضمن اللي يديلك خنافس ما تبقاش عايشة بقالها كتير، فاهمني؟ لسه فاقسة مثلا، لسه طالعة من الشرنقة، انت تاخدها عشان تستفيد يعني كل الانتاج بتاعها. طبعا الفاهم الدود الكويبة هيفهم انا بقول ايه. تمام، واكتبولنا بردك الدود بردك، يعني انتوا حابين المحتوى ولا ايه الدنيا؟ خلونا مع بعضينا كده في الكومنتات وانا هرد على الكومنتات كلها. تمام كده، تقريبا خلاص مفيش شرايين تاني. محتاجين يتنضف لهم صراحة، بس ممكن يقعدوا كمان حبة. شايفين المزرعة عاملة ازاي؟ طبعا الحاجات الصغيرة ده عيش، يعني عيش متكسر، وده بطاطس عشان هما بيستمدوا المية من البطاطس والبطاطا والجزر كده، لكن ما بيشربوش مية. هنا في شرنقة واحد فين، مش مهم. ده اللي هما ايه المفروض بيتشرنقوا عند الجوع. عندي بقى سن تاني بدأ منه يتشرنق، بدأ منه يخش في مرحلة التشرنق. تحسوا اللي دول كتير، بس ده عشان انا مش حاطط لهم اكل كتير يعني، فحاسين بالعدد الحقيقي. في شرنقة اهي، بس تحسوها سنة يعني حجمها صغير عن دولت. يستنوا عشان هو بس متشرنق قبل ميعاده. بصوا صغيرة ازاي، يعني بصوا، استنى اجيبلكوا واحدة من هنا. بصوا الفرق. كمل كده.
لا في كتير. انا بطلت اعد بصراحة. طبعا الدود ده بيتباع بالعدد وبيتباع بالكيلو برضو، يعني في ناس بتشتري كده وفي ناس بتشتري كده. الكيلو طبعا ده اللي عايز يأكل على طول، اللي هو اخد للدواجن مثلا، اخد لحاجة عنده حمام، عصافير، ينفع لكل الطيور. اللي بيشتري بالكيلو ده بيبقى عايز ايه يأكل. اللي هيربي طبعا ممكن يشتري بالواحدة عادي، يشتري 100 واحدة مثلا، 200، حسب ما هو عايز يبدأ بقد ايه. تمام. نبص على البيضة، دول لسه فأس صغير، دول لسه فأسهم لسه طالعين، في منهم سنة كبير اوي. بصوا في منهم صغير برضك لسه مبانش، اتحرك هو صغير خالص. مشروع كويس بأمانة، وما بياخدش مكان ومش مقرف، يعني هو مقرف لناس وناس تانية، يعني في ناس اتقرف منه وفي ناس لأ. هو الناس هتقرف من منافس بصراحة، بس عادي مفيهاش حاجة، أنا ايدي عليهم هم على ايدي، لأن هما بياكلوا ردة وشوفان، مفيهوش حاجة وحشة. هنقل الخنافس مع الخنافس وارجعلكوا عشان الفيديو ميطولش عليكوا. بس نقلنا الخنافس من الشرانق، تمام كده مفيش خنافس تاني، كلها شرانق بس. الخنافس اتحطت هنا. انا عديت لكم المرة دي 76 خنفسة زيادة بقى على العدد اللي هنا، اللي انا معرفوش كام، 76 بالظبط. عايز اوريكوا حاجة بس ممكن ما تظهرش في الكاميرا، استنى اوريكوا الانتاج اللي طلع بقى تحت. استنى موضوع كبير اهو، بصوا الانتاج اهو، شايفينه على طرف المعلقة، ده انتاجهم. دلوقتي اقدر افصلهم واحطهم في حتة جديدة، بس انا سايبهم عشان ايه، اخد اكتر اكتر يعني، على قد ما اقدر اخد انتاج في الحتة، يعني في الاكل ده. طبعا الشرايح دي بتبقى بايظة، اللي انا هتعلم عليها كده، دي بتبقى بايظة، فانا مختارهم بيتغذوا عليها. في دود بس صغير لسه، في بيض برضه، بيبقوا بايضين بقى على الكراتين كده، يعني ده بيض، في منه بيض مش كله يعني. ده كله كده في منه بيض. هو بيبقى مثلا تعمله مثلا تربو كده، تحط مثلا دود سنة مثلا خاصة على الشرانق، ودود تحتيه، ممكن تحط تحت خنافس في البداية يعني، أو ممكن واحد دود واحد شرانق واحد خنافس، ده أقل حاجة ممكن عليك تبدأ بيها. بعد كده تعمل حاجة، كل حاجة لوحدها. يعني أنا الدورة الجاية اللي أنا هبقى معاكم بأمر الله متابع معاكم فيها، الدورة الجاية الحاجات اللي معايا دي كلها مش هتنفع، لازم اكبر المساحة، لان انت شايف العدد بقى قد ايه، وهتشوف بقى الانتاج قد ايه. انا بقولك تخيل اللي ده انتاج 40 دودة بس، 40، بس هو طلع قد ايه. هو الخنفسة علميا تدي من 100 من 100 بيضة ل 400 بيضة، وهنا طبعا الانتاج لسه مظهرش، في صغير كتير. تمام. يعني ده شايفين كل اللي هنا وكل اللي هنا وكل اللي هنا دود، كل اللي في الشرانق دي كلها، كل اللي في الخنافس دي كلها، كلهم طالعين من 40 دودة بس، من 40.
فتخيلوا العدد ده هيجيب لي قد ايه بقى. فان شاء الله خير واحنا مع بعضينا، واللي عاوز اي حاجه انا تحت امره. الكومنتات موجوده، اكتب لي اللي انت عايزه واللي انت حابين ان انا اصوره وانا تحت امرك. كان معاكم سمير احمد، يلا سلام.